السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شوات الخواتات مع أمينة. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية يا رب وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو اليوم غادي نوجد معكم فيه كيكة بالمندرين اللي كتجي رائعة بزاف ولذيذة، مكونات بسيطة أكيد متوجه في كل منزل. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير، وما تنسونيش من لايك، بارطاجي الفيديو مع الأهل والأصدقاء، واشتركوا في القناة بالنسبة للناس اللي مازال ما مشتركينش. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو طريقة التحضير والمكونات في نفس الوقت. خديت هنايا جوج ديال المندرينات، جوج ديال كليمانتين اولا المندرين اللي تكونوا الجلفه ديالهم رقيقه. غسلتهم مزيان مزيان وقطعتهم بحال هكا على 4 وحيت لهم هذاك الخويطات اللي كيكونوا في الوسط، ونتاكدوا منهم يكونوا ان الجلده ديالهم تكون رقيقه، ونحيدوا منهم هذاك العظيمات وكيف قلت لكم العظام وهذاك الخويطات اللي كيكونوا في الوسط. درتهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، في الكاس ديال المولينكس، وزدت عليهم جوج ديال البيضات. غادي نزيد عليهم شاصيه ديال السكر الفانيلا، وغادي نزيدوا عليهم كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغادي نخدم كلشي مزيان، نطحن كلشي مزيان مزيان حتى كيطحن ليا هذاك المندرين مزيان مزيان، ما كيبقاوش فيه نهائيا الطريفات ديال المندرين. من بعد غادي نزيد عليهم كاس لاروب ديال الزيت في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ضروري، اولا بالبغا ميكسور في شي بول. المهم هنايا من بعد ما غادي نخلط الزيت مزيان مع هذيك المكونات، غادي نكبهم بحال هكا في هذا البول. كيف كتشوفوا معايا خدمت الزيت والسكر سنيده والبيض والمندرين مزيان مزيان مع بعضياتهم، وزدت عليهم هنايا قبصه ديال الملح. ما تنساوش الملح ضروريه، انا نسيت ما درتش في الاول، المهم ديروها هنا في من بعد ما هنايا. المهم ما تنساوهاش ديروها. زدت عليهم كاس ديال عصير المندرين اولا عصير البرتقال اللي متوفر عندكم، كاس يكون ديال العنبه يكون عامر مزيان، وغادي نخلطهم مزيان ونضيف عليهم نص كاس ديال الماء. كيبقى اختياري، ممكن تعوضوه حتى هو بالمندرين، ممكن ديروا كاس ونص ديال المندرين اولا ديروا كاس ديال عصير المندرين ونص كاس ديال الماء. من بعد هنا ما خلطت مزيان غادي نبدا نضيف الدقيق غادي نضيفوه تدريجيا كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف الدقيق تدريجيا، وضروري يكون مغربل مره من قبل ونعاودو نغربلوه، ويكون من النوعيه الجيده والخاص بالحلويات. غادي نخدم الدقيق مزيان مزيان مع هاد المكونات حتى ما كيبقاوش ليا هذوك الحبيبات نهائيا في الخليط. كيف غتشوفوا معايا ضروري نخلطوا المكونات مزيان. ومن بعد ما خدمت هذيك الكميه الاولى ديال الدقيق غادي نضيف الكميه الثانيه ديال الدقيق. كيف قلت لكم الدقيق دائما نقسموه على دفعات ونخدموه مزيان مزيان الدقيق باش ما يبقاوش لي هذوك الحبيبات في الخليط. كيف كتشوفوا معايا كنحاولوا اننا نخدموه مزيان بالفوي. ومن بعد ما خدمت هنايا هاد الكميه الثانيه غادي نزيد الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق انا ما كنعطيكمش نهائيا القياس ديال الدقيق، بحقاش كيبقى كيف كنقولوا على حساب النوعيه ديال الدقيق. نتوما اللي غتخدموا عينكم ميزانكم بحساب النوعيه ديال الدقيق. من بعد غادي نزيد عليها 3 الخمارات، كل خماره فيها 8 غرام، 3 ديال الخمارات من فئه كل وحده فيها 8 غرام، وغادي نخلط مزيان مزيان. كيف شفتوا زدت كميه ديال الدقيق وزدت الخمارات وخلطت مزيان مزيان. وزيدوا في الاخير معلقه ديال الخل، ضيفوها في الاخير ديال من بعد ما نخلطوا تجينا الكميه ديال الدقيق المناسبه. غادي نزيدوا معلقه ديال الخل. من بعد هنايا خديت هذا المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وكبيت فيه الخليط. ملي نبغيو نكبوا الخليط ديال الكيك دائما نهزو يدينا الفوق باش هكا كتجينا الكيكه ديالنا مهويه من الداخل. غادي ندخلها الفران اللي يكون بارد. انا كندخل الكيكه الفران عاد فاش كنشعل عليها، نشعلوا عليها من التحت حتى كطيب، عاد فاش كنشعلوا على الوجه باش كيتحمر. بالنسبه للفران ديال الغاز والفران كذلك ديال البوطه. بالنسبه للفران ديال الغاز كتكون درجه حراره 180 حتى ل 200 درجه، والفران ديال البوطه كتكون عافيه مهيله من التحت عاد فاش كنشعلوا الوجه ديالها باش كيتحمر. قبل ما ندخلوا الفران ضروري ندوزو بحال هكا شي موت ولا شي معلقه من بحال هكا باش كتجينا الكيكه مقاده، ما كيجيناش جهه منفوخه وجهه لا. كندوزها بحال هكا كيف ما شفتوا معايا. دابا غندخل الكيكه ديالي الفران، نتلاقاو باش نصايبوا الصوص اللي غادي نزينوا به الكيك. وبالنسبه لاصوص اللي غادي نزينوا به هاد الكيكه، غادي ناخذ هنايا كاس كبير ديال عصير البرتقال. انا درت كاس ونص وبقى ليا لاصوص. نتوما ديروا غير كاس فقط، ما تكثروش باش ما يشدش لكم لاصوص. بالنسبه لي انا كيف قلت لكم بقى ليا لاصوص غادي نستعملها في حاجه واحده اخرى. من بعد غادي نزيد عليها جوج معالق ديال السكر سنيده. السكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا، جوج معالق كبار. وغادي نزيدوا لها معلقه مع مراش ديال
ديال كريم باتيسري اولا نشا، ولكن انا كنفضل كيف قلت لكم لا كريم باتيسري اللي كتجي بنينه وكتعطي واحد اللوين زوين. غادي نخلط المكونات مزيان، عصير البرتقال اولا عصير المندالين والسكر والكريم باتيسري، غادي نخلطهم مزيان نحطهم على عافيه مهيله وحنا كنخلطوا نستمروا في التحريك، وغادي نخليوه حتى كيولي الخليط ديالنا كيعقد شويه، غير بدا كيتقال صافي كنحيدوه من فوق البوطه. نتوما غتشوفوا معايا، وقبل ما تحركوه ضروري قبل ما ديروه فوق البوطه ضروري انكم تخلطوه مزيان باش مابقاوش يجيو الحبيبات ديال الكريم باتيسري. هنا من بعد ما درتو فوق النار وخليتوه على عافيه مهيله حتى بدا الخليط ديالنا كيعقد لينا شويه، غير شويه يعقد، راه حنا ما مكثرينش الكريم باتيسري باش يجمد، غير يعقد واحد شويه. انتما غتشوفوا معايا القوام ديالو، انا غنوريكم القوام ديالو. وغادي نزيدوا ليه معلقه صغيره ديال الزبده اولا نص معلقه كبيره ديال الزبده. غادي نحركوا مزيان هذيك الزبده مع الخليط باش كذوب ليا في وسط الخليط، ما عنده مازال سخون، كذوب لينا هذيك الزبده في وسط هذا الخليط ديال الصوص ديال البرتقال اولا الصوص ديال المندرين اللي كتجي لذيذه بزاف. وبالنسبه للناس اللي دايرين اللي باغيين يديروا يعززوا النكهه ديال البرتقال، ممكن تزيدوا شويه ديال نكهه البرتقال اللي كانت متوفره عندكم، اولا تزيدوا القشور ديال المندالين اولا القشور ديال البرتقال، كيبقى لكم الاختيار. المهم غادي نخلط هذيك الزبده بحال هكا مزيان وغتشوفوا معايا القوام ديال لاصوص كيف كيجي. غادي نغطيو عليها ونخليوها تبرد، ضروري حتى تبرد لينا شويه، ما نديروهاش هي سخونه باش ما تعجنش لينا الكيك. غادي نخليوها حتى تدفى، كيف كتشوفوا القوام ديالها شويه ثقيل. غادي نخليوها حتى تدفى علين ما طابت لينا الكيكه ونخرجوها من الفران. هنا من بعد ما طابت ليا الكيك ديالي وخرجتها من الفران خليتها حتى هي حتى دفات حتى بردات ليا مزيان. عاد فاش تكيتها مزيان بهذا الكيغدون كيف كتشوفوا معايا نتكيوها مزيان بالكيغدون ولا بالفرشيطه. هنا الكيك ديالي راني ما راني خليتها دفات شويه، من جبتها من الفران خليتها دفات شويه وكتشوفوا معايا اللون ديالها كيجي ذهبي ومحمر، البرتقال كيعطيها واحد اللون رائع بزاف. غادي نتكا بحال هكا بالكيغدو وغادي نضيف ليها هذيك لاصوص اللي حتى هي كتكون دفات، ما كتبقاش سخونه بزاف، وكيف كتشوفوا راه كتبدا كتعقد شويه. غادي نسقيها مزيان بهذيك الصوص وكتجي هاد الكيكه رائعه بزاف ولذيذه. واكيد الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال المندرين راه غادي تعجبهم هاد الكيكه بزاف. غادي نقادها بحال هكا، غادي نقاد عليها هذاك لاصوص ونسقيوها مزيان. كيف قلت لكم انا راه شاطت ليا الكميه ديال لاصوص، نتوما ممكن ديروا قل من هاد الكميه باش ما تشتش لكم. غادي نقادو الكيك مزيان. وبالنسبه لطريقه التزيين كيبقى اختياريه، ممكن انكم من ديروا ليها لاصوص ترشوها بشويه الكوك اولا بالفيرميسيل، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لي انا كيف غتشوفوا معايا درت ليها الكوك غير في الجناب، وفي الوسط زينها بشرائح ديال المندرين باش هكا تبان لينا انها الكيكه ديال المندرين. غادي نقاد عليها هذا الصوص مزيان، خليو الكيكه ديالنا حتى كتبرد تماما والصوص حتى كيبرد تماما. عاد فاش كنقدموها دابا انا غنقاد الكيكه ديالي ونزينها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الكيك اللي كنتمنى انها تعجبكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي وجدت معكم اليوم. كيف كتشوفوا كيف قلت لكم طريقه التزيين كتبقى على حسب الاختيار وعلى حسب داكشي اللي متوفر عندكم. انا زينتها بحال هكا بالكوك في الجوانب وبهذوك الشرائح ديال المندرين، وانتم غادي تزينوا بداكشي اللي متوفر عندكم. وبالنسبه للكوك راه كيجي مزيان مع الكيكه ديال البرتقال، كيتواتى معاها مزيان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ما تنساونيش من لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. والناس اللي مازال ما مشتركاش في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، خليوا لي ارائكم في التعليقات، اي سؤال اي استفسار واكيد غادي نجاوبكم عليه. نتمنى الكيكه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. استودعكم الله والى فيديو قادم، سلامه.